يلا جاهز، ستاند باي ستاند باي، جاهز جاهز جاهز. انا جاهز، انا جاهز، وانت كمان جاهز؟ جاهزين؟ اهلا بيكم يا اخواتي الاكس برو ماكس، وحشتوني اقسم بالله. والعوده مره اخرى لاقوى قناه على اليوتيوب واقوى فيديوهات على اليوتيوب، وهي فيديوهات قصف الجبهه. انت لو اول مره تتفرج على فيديوهات فاستعد، عشان انت هتلاقي في الفيديو ده اقوى سكرينات فشخ الجبهه اللي هتشوفها في حياتك. وده الجزء الاول، وباذن الله اول ما الفيديو ده يوصل ل 500 لايك هننزل بالجزء الثاني على طول. فما تنسوش بقى يا اخواتي قبل ما نبدا كده، اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل جرس التنبيهات عشان يوصل له الحلقات اول باول، ويعمل لايك للفيديو ويكتب لي كومنت يقول لي ايه اقوى سكرين عجبته. يلا بينا نخش في المدعكه. اول سكرينه بادئه سخنه على طول، واحد بيكسف واحد صاحبه بيقول له ياض انت شكلك سنجل بائس ومش لاقي واحده ترتبط بيك. فصاحبه رد عليه قال له لا يا اسطى انا مش سنجل، حتى اسال اختك. طبعا المعلم خد على عينه بس يسكت. قال له على فكره بقى انا ما عنديش اخوات بنات اصلا، بطل هب. قام صاحبه رد عليه رد جاب الناهيه، قال له لا استنى كمان 9 شهور وهيبقى عندك اخت. حبيبه لنيله دي كلمه صاحبي دي تقيله، صاحبي حطوني تكفيله. يا ساتر يا رب، على طول على طول يا جدعان ضرب نار دخلت في النافوخ ما طلعتش تاني. انا متاكد مليون في الميه ان الاثنين دول قطعوا علاقتهم ببعض خلاص. قصف الجبهه اللي هقوله المره دي ده مختلف. ليه بقى؟ لان انا اللي قصفت الجبهه. ايوه زي ما سمعت، مش انا اللي قصفت، انا اللي قصفت الجبهه. دي اول مره تحصل في تاريخ. لقيت واحد روش من الروشين بتوع الايام دي منزل بوست بيقول لك انا كنت رايح النهارده اجيب فطار، لقيت الاسد ده معدي في الشارع. شوف ازاي معدي في الشارع من جنبي. المهم استغربت وسالته، قلت له انت ليه ما اكلتنيش؟ الحشيش تمام حاجه هايله قوي. فالاسد بقى الاسد رد عليه قال له يا رجوله هو في اسود بتاكل بعضها؟ انا على اخري. فانا بقى عايز اوصل له رساله من هذا الفيديو، وارجو ان انتوا تبعتوا له الفيديو ده. احب اقول لك ان الصوره اللي انت منزلها دي مش صوره اسد ذكر. شفت الشقاوه روح امك. شفت يا بابا الفيديو ده قصف جبهه، بس قصف جبهه مختلف شويه. يعني عارف انت لما تيجي تتروشن فتلاقي نفسك ان انت قصفت نفسك من غير ما تاخد بالك. يعني انا فانت هتفهم. واحد منزل بوست بيسال فيه بيقول لك هو مين قال ان عقل البنات اكبر من عقل الشباب؟ والله ده سؤال مهم فعلا انا بساله برضه. فواحده ردت عليه في الكومنتات قالت له علم النفس بيقول ان البنت انضج من الشاب ب3 سنين. شوف ازاي، يعني تفكير البنت اللي عمرها 28 سنه نفس تفكير الشاب اللي عمره 25 سنة. ونعم الشرح بصراحة. لا يعني انت فعلا اثبتتي ان فعلا البنات تفكيرهم غير الشباب، وبيفكروا باكتر من 3 سنين زي يعني مش محتاجه حاجه. يعني اللي جاي اللي اقولها لكم دي بقى مش قصف جبهه، احنا عايزين امن الدوله بذات نفسه يحقق مع الشخصيه اللي هقولها دلوقتي. واحده منزله بوست بتقول انا جوزي بيكلم واحده روسيه واتفق معاها انه هيسافر لها، ولقيته فعلا بيحضر الباسبور بتاعه، فاعمل ايه وهو ما يعرفش اني عرفت؟ واحده بقى ردت عليها في الكومنتات اسمع بقى وتعلم. قلت لها بصي هي حبوب منومه لونها ابيض، تطحنيها كويس وتحطيها في كيس وتبرميه لفه محترم، تخبيها في الشنطه وتبلغي امن المطار، وحلني بقى على ما يطلع. ده لو طلع اصلا، بس ما تكتريش عشان ما يبقاش اتجار، كفايه عليه قضيه تعاطي. احنا بالرب مش بنذبح، وربنا يقدرنا على فعل الخير. ايه يا شيخ؟ انت بتطلع ايه يا عم انت؟ بتطلع ايه؟ الحق يا ابراهيم. انا مش هقول غير جمله واحده بس، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. ليه؟ احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل لكم يا جدعان، احنا غلبانين على فكره، احنا مش بالمستوى اللي انتم مفكرينه ده خالص. لو شوف الحنيه برضو، شوف الحنيه بتقول لها ايه؟ لا ما تكتريش عشان ما يبقاش اتجار، خليها تعاطي بس. السكرينه اللي جايه دي بقى دي اختبار سلكان للناس القدام اللي عارفه اختبار السلكان بتاعي بيبقى عامل ازاي. فنصيحه اللي عنده اقل من 18 سنه يا ريت ما يكملش، لان كده مش هيفهم حاجه. واللي فهم يكتب لي في الكومنتات هو فهم ايه عشان اعرف ان هو وصل للثانيه دي في الفيديو. واحد منزل بوست بيقول البت اللي انا بكراش عليها شفتها مزنوقه في عربيه. واحد فكرها مزنوقه في عربيه اللي هي مزنوقه في فلوس العربيه، فرد عليه في الكومنتات قال له ربنا يفك زنقتها ويوسع على الناس كلها. طبعا انا مش محتاج اوصف لك انت فهمت ايه، فلو فهمت اكتب لي في الكومنتات انت فهمت ايه. والى هنا تنتهي الحلقه الاولى من سكرينات فشخ الجبهه، وعشان ننزل الجزء الثاني باذن الله عايزين الفيديو ده يوصل ل 500 لايك. اول ما الفيديو يوصل 500 لايك هتلاقي الجزء الثاني نزل على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.